راح البترول يخليني هذا اسمعني اذا العيب. كان الفقر. العيب خليني انك نكملوا تكون نحكوا. مفكر جاسم ببلد جاسم الغاز جاسم والبترول. شوف جاسم غالي جاسم انت تعرف لحظه الحقيقه. لحظه جاسم لحظه، شوف لا جاسم تضحك على انت نفسك، تعرف لا الحقيقه. تضحك على جاسم نفسك، لا ما تضحك تكذبش على على نفسك، نفسك، فهمت؟ ما لا تكذبش تضحك على على نفسك. نفسك. عندك غاز وعندك بترول يكفيك انك تكون من اغنى الدول، بس مسؤولينك فاسدين فاسدين هي جاسم اسمعني جاسم، انت يا جاسم مسؤولينا في اشتغلوا الامارات، على تسكن في نعمة الامارات. أمن. المواطن الإماراتي ينعم في نعم ونعم. اسمعني فقط، الحمد اسمعني لله. جاسم. الأمن والأمان جاسم ما يتدخل. جاسم انت تسكن في الامارات. اسمعني، انت في الامارات عندك غاز المدينه مثلي انا في الجزائر. عندك غاز المدينه، عندك في البيوت تاعك شبكه غاز مدينه. ما عاد نستعمل غاز، خلاص بطلنا، كلها كهرباء. الوقت تطور خلاص، الوقت تطور. كل براويك الحين اللي عندي غاز ما يشتغل بالغاز، يشتغل بالكهرباء. يعني الفورس القوه، هل الكهرباء او طاقه حيه؟ انا اهم شيء انه يطبخ، اهم شيء انه يطبخ لي، ما يخصني غاز ولا كهرباء ولا فيول، اهم شيء انه يطبخ. وفي 5 دقائق يا اخي انت تحكي 5 دقائق تحكي على مثلا، تحكي على ماذا؟ ما فهمت. دقيقتين تحط المي بش خلاص غلى المي. يعني انت انا ما عندي كهرباء، عندي كهرباء، حتى انا عندي كهرباء، ولكن عندي الغاز. عندي الغاز بيجي. احنا عايشين في المستقبل، انتم بعدكم في قنينه الغاز وهذا الخراب. احنا عايشين يا اخي ماش قنيت الغاز. لا انا لما اقول لك الغاز يا الفرق بيني وبينك اني انا عايش في المستقبل وانت بعدك في الماضي. يا جاسم شوف اللي عندك هذا قول لهم يديروا لي متابعه، قول لهم يديروا لي متابعه، يلحقوا لي ال1000 وراح افتح الكاميرا وراح اوري لك شو يعني الغاز. مش قنينه براويك الغاز. ثواني مش قنينه يا ثواني انت ودك الغاز، تتكلم على الغاز، هذا هو الغاز صح؟ هذا شوف هني، شوف هني، شوف هني يا افهم مش الفكره في الغاز. الفكره ليست في هذه يا خليك انت والغاز تمام. شفت الغاز يا اخي؟ ما تقدرش تجابه الجزائر في الغاز يا اخي، ما تقدرش. شفت؟ لن تستطيع يا اخي. شفت؟ خلاص هذه الميه طفي، خلصنا. احنا في المستقبل، انت بعدك يا جاسم يا اخي انت خلي هذيك الادوات كلها عندنا يا اخي. اسمعني شوف يا جاسم، هذه يعني العيب والعار، من العيب والعار جريمه يا جاسم تسمع الجزائر. من العيب والعار انك مش حاب نقعد نغوت يا جاسم، والله ماني حاب نقعد نغوت. شوف الغالي، اذا ودك موضوع ثاني تفضل، اذا ودك تحب تقارن، هذه جريمه انك تقارن يا كنت لي كلمه زوز تحكي على رانا عايشين خير منكم، وما تحكيش هذا الكلام. خير منك انت اللي قلت عيشتك. لحظه، حاول حاسب على كلامك، انا ما ابتديت تمام. انا ما قلت انت اللي قلت تاريخنا سطرين وإحنا نرعى الماعز وما ادري ايش، وهذا انت اللي قلت تمام. اذكر جيدا يا اخي. انت لما جبت لي الفيديو تاع الصحراويين، قلت لي شوف الصحراويين عايشين عندكم طوابير. انا قلت لك باللي انتم تاريخكم سطرين ونفرين عايشين في الذل والقهر عندكم تمام. انا اعرفهم عايشين في الذل وفي القهر، وصارت عندكم دولة الجزائر الجنوبية ودولة الجزائر الشمالية، رئيسين في دولة. انت حياتك شفت انت الذل ما هو بالنسبة لك؟ انت الذل ما هو بالنسبة لك؟ الذل ان تشوف، الذل انك تعيش بدون هوية تمام. كيف بدون هوية؟ الذل انه ما يكون عندك هوية. لا المغرب انا ما عندي ولا الجزائر عندك هوية. كيف ما عنديش هوية؟ مو انت كيف ما عنديش هوية؟ انت ليش حسيت نفسك مقصود؟ الموضوع بين مش انا يعني الجزائري ما عنده هوية، كيف ما عنده؟ مش دخله في الموضوع في صحراء المغرب. الجزائر تمشي بالشرعية الدولية يعني وش مالك خص الجزائري وش دخله في موضوع المغرب يا يعني اخي؟ شوف موضوع مغربي، ما دخل الجزائري، ما دخل يا اخي موضوع مغربي. فهمني هذا موضوع مغربي سياسي تمام. ما دخل فريق الكرة المغربي في السياسة. اي ما في سياسة، هذه خريطة المغرب مثل ما هي. إذا أنت يا أخي إذا أنت المغرب، شوف حكومة المغرب، اسمعني لحظة، إذا رحت من طنجة لآخر نقطة تحصل حد من الثانيين؟ ما تحصل المغرب. أين هي آخر نقطة؟ أين هي آخر نقطة؟ هي آخر مرة أنا رحت الغرغرات، هذيك آخر نقطة، ولكن في الخريطة وتقدر تدخل جهة السمارة، وتقدر تدخل جهة أي منطقة مريت أنا. اسمعني خليني نحكي يا أبو جيس، فتحنا بث على المباشر ذاك اليوم، فاتحين بث على المباشر.
كل المناطق. معليش، انا لم اقول لك لا يمكنك الدخول الى هناك. اسمعني، انا لم اقول لك لا يمكنك الوصول الى القرقرات. انا قلت توصل لك تحصل الشعب مغربي والجيش مغربي وشيشات البترول مغربيه وكل شيء مغربي. جاسم افهمني. هذه القضيه أول شيء هي قضية في اللجنة 24 لتصفية الاستعمار، أول نقطة. ثاني نقطة، المغرب يستحوذ على 70% من أراضي الصحراء، يعني هناك مناطق مثل بئر الحلو زين هذه حق منو ومثل القويرة مثلا تسيطر عليها موريتانيا. يستحوذ عليها منو؟ لا حق منو هذه؟ من مال من؟ لمن هذه المناطق؟ لمن؟ إذا خليني نحكي لك يا جاسم لما انت لمن هذه يا جاسم على ابوها جاسم اخوي الغالي. هم وضعوا حتى سبته ومليليا، هم سبته ومليليا سبته ومليليا. وين القرن الثامن عشر وين القرن العشرين؟ انتم مبرمجين قارين التاريخ في الازدحام ولا شيء؟ الغالي مخك على الراحات. انا من الشرق الاوسط واعطيك تاريخ شمال افريقيا. السبته مليليا في القرن الثامن عشر، تمام؟ انت وين تتكلم على سبته مليليا في اسبانيا في الصحراء المغربيه؟ شعبان ورمضان يتضاربون على ايار. طالما تقولون ان التاريخ هو من يرجع الاراضي، نحن نعرف ان التاريخ لا يرجع الاراضي. 18 الثورات هي التي ترجع الاراضي. القرن الثامن عشر سبته مليليا واحتلال الجزر الامريكيه الصينيه. نحن نعرف ان التاريخ ما يرجعش. انا سالتك سؤال، هذه المناطق اللي تقول عنها السماره اذا كان ضمها المغرب او احتلها المغرب، منو احتلها؟ هي حق منو؟ من يملكها في الأساس؟ إذا كان المغرب، هذه بين قوسين، إذا كان الصحراويين من هم الصحراويين؟ من هم الصحراويين؟ الصحراويين عايشين في السمارة وهم عندهم جنسيات مغربية ويشتغلون في الدولة وأمورهم طيبة، يعني هم عايشين في السمارة، يعني أساسا عايشين فيها. يا أخي شوف يا جاسم، حتى الفرنسيين كانوا يسكنون الجزائر وذهبوا وخرجوا عند الاستقلال. يعني ودك الصحراويين يذهبون؟ يا أخي إذا أنت تظن أنه الاستعمار يعني هو بناء المباني يعني وإسكان الناس، اسمعني، هذاك ما يثبت وجودك، فأنت خاطئ. الصحراويين اللي في السمارة مستعمرين نفسهم، هم مستعمرين نفسهم. يا أخي شوف، اسمع، المغرب استعادت أرض بدون شعب، فهمتني؟ لا يمكن أن تستعيد أرض بدون شعب. يعني هذوك الصحراويين اللي منك مزورين. أنا عمري ما شفت في حياتي بلاد تستعيد أرض بدون شعب. ورحم الله والديك ثواني بس. أنا قلت واحد من الصحراء. على كل حال جاسم، أنا عارف باللي هذا اللايف ما راح يزيد، ما راح ينقص، وما راح نبدلوا فيها القضية هذه. ما راح نكتشف. اسمعني، القضية هذه ما راح نديرها أنا غربية، ما راح نديرها أنا مغربية، فهمتني؟ لأنه الصحراوي، تدري وش قال لهم رئيس خليني كمان نحكي لك. تدري رئيس الخارجية يا ودي الصحراوي، اسمعني، الصحراوي هو سيد القرار. يا بختم لك اياه. الصحراوي هو سيد القرار، والصحراوي الذي يملك وظيفة إثبات الهوية. الصحراوي لكي نكون منصفين، هذا تتكلم عنه انت. المرتزقة مو بالصحراوي. الصحراوي عايش في المغرب معزز مكرم. انت تتكلم عن المرتزقة عايش. يا جاسم اسمعني، كاينين 20%. شوف يسمعني جاسم، تدري وش قال لهم رئيس الخارجية المغربي آخر مرة؟ قال لهم الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه، وطز في العالم وفي قراره، تمام؟ يعني للرجال تعال طب الصحراء، جاهم من الأخير. شوف جاسم، خليني نقول لك جزء كلمات جاسم وأنا هابط، والله ما راح نقول لك كلمة زي. والحسن الثاني أظن، الحسن الثاني شيخ البدو اللي قبل محمد السادس، شو كان اسمه؟ والله ما خلتني نحكي كلمة واحدة. ثواني الله يرحمه. الحسن الثاني، تدري الحسن الثاني وش قال لهم؟ قال لهم الشيء الوحيد اللي تستفيد الجزائر من الصحراء المغربية هو ثلث الخمس. تعرف وش هو ثلث الخمس؟ يا جاسم إذا أنت تسمع في كلام الحسن الثاني وتؤمن بكلامه، فهذه ربي سهل عليك يا أخي، ربي سهل عليك. خلينا نحكي يا جاسم. هذا الإنسان ساهم في تأسيس الإمارات. هذا الإنسان، إحنا الحين نداول عملة الدرهم على فكرة. تعرف ما معنى ثلث الخمس؟ هل تعرف معنى ثلث الخمس ولا لا؟ سؤال بسيط يا أخي. ثلث الخمس يعني حاجة من على باليش، ما نعرف. ثلث الخمس، تعرف معنى ثلث الخمس ولا لا؟ ما نعرفش ما نعرف. براويك ثلث الخمس. شوف زين خلاص. خلوه يا صاح، خلوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ جاسم.
اطلب قسط ما يعرف ثلث الخمس، للاسف الشديد ما يعرف ثلث الخمس. عليكم تحياتي السلام. للدكتور عليكم محترم السلام. سمان. السلام عليكم اخوي دكتور جاسم. سمان، مرحبا بك. حياك اولا هذا المغيب، هذا الابله اللي كان يتكلم سابقا. يا اخي والله منهم يتعاطون شيء، والله انهم يتعاطون. يا اخي تدري شو جاب لي سبته مليليا دخل لي إياها في الصحراء المغربيه القرن الثامن عشر ولا السابع عشر مع القرن العشرين ولا والمشكله السلام عليكم. عليكم حتى السلام. سبته ومليليا هذا في السطاح ولا شنو؟ لا موجود هذا حد طلعته. حتى المشكل حتى وضع سبته ومليليا القانوني الحالي الدولي هما ما يعرفوه، وهذا من الاسرار الدوله المغربيه اللي احنا ما نقولوه. احنا عندنا مسائل تعنينا ما نقولوها. انت صحراوي اولا لجهله، نعم لجهله عروق هذا لجهله بالوديان والشعاب والجبال والبطاح. انا ابن الصحراء، وهون معك في القيس تقريبا اللايف الحق انكا تقريبا معك هنا تيانا اللي شفت تعليقات هون. كاين الاخ هيثم والاخ برابوت وكاين اخوات هنا تيان تقريبا. انا شفت مشاركه للبث يا جماعه الخير، الكل يسوي مشاركه للبث. 30 ولا 40 من ابناء الصحراء ومن ابناء اكبر العائلات واكبر القبائل اللي معترف بها مولي دوليا. يا اخي هو يسمي لك المناطق، سمى لك المناطق. ما يعرف هو المناطق اللي قال له دومير بس. لا، المناطق اللي قال لك هون تعرف عنه على درايه او على درايه بمعلومات استخباراتيه، لانه سمى لك البير الحلو وميجك ونزيدوا انا واغوينيت وزوق وتفاريتي وزر من الفارسيه وزر من الزمور. هذه وضعيتها تمت وضعيتها 1991 في اتفاقيه وقف اطلاق النار على انها تبقى مناطق عازله. يا غير هي اصلا ترابنا احنا ذيك تراب الصحراء. هون المشكله، هي الصحراء غربيه. هذا هو الاختلاف، اللعب بالكلمات او اللعب بالمصطلحات. هي غربيه مغربيه صح؟ الغربيه يعني الغربيه يعني الساحليه الاطلسيه على السواحل، لان احنا هون في الصحراء عندنا تسميات خاصه بالاتجاهات الاربع. كيف الشمال ضريك نقولوا التل، والجنوب نقولوا القبله، والغرب نقولوا الساحل، والشرق يبقى اسمه الشرق. هذه مسمياتنا هنا يعني احنا نعرفوها ومعتمده. واولا يقول لك المغرب استعمر الصحراء لانها كانت بدون شعب. اذا من اين اتيتم انتم بهذا الشعب اللي تقول الان الشعب الصحراوي؟ كينج يا وزير كينج، كلمه كينج اكبر عنك شوي بس. المهم افتح المايك. الاسماء تعجبونا في الاسماء سبحان الله. الكينج يا اخي انت ما فهمت علي يا اخي، انت ما فهمت علي. ان لما قلت لك دخلوا الصحراء دخلوا الصحراء بدون شعب، فهمني لم يكسبوا قلوب الشعب. الشعب هرب من الجحيم. هذا ما اقصد يا اخي. أين هرب الشعب؟ لماذا لم هرب لما تم قصفه في ام دريقه وفي ام دريقه وفي قنابل النابال. ام دريقه انا اللي نعطيك ذاك تفصيلها منين ذكرتها. ام دريقه كانت عمليه خبيثه بتنسيق مع الولي المصطفى السيد واخيها الذي لا حي الان، وسجل المسميات البشير مصطفى السيد وكبير السحرة الذي علمهم السحر والبهتان محمد لمين ولد احمد. وكانت مؤامره على قبائل الساحل وخصوصا على قبيله اولاد دليم والعروسيين واولاد تدرارين، وتمت ابادتهم في ام دريقه بتآمر مع جيشك انت، مع الجيش الجزائري. ولكن القوات يا اخي شوف يا اخي شيخ البدو انا لست اخوك يا اخي ماكش اخي انا لست اخاك ولا اعتبر. حتى انا ماكش اخويا. انت ما عندكش ورقه الاستفتاء. انت ماكش صحراوي. انت ما عندكش ورقه الاستفتاء. انت لست وين بيك؟ انت قاعد جابك. انت عندك ورقه استقلال. انت هو الشرذمه يا اخي. انت هو الشرذمه ووضعك الحالي الحين هذا صحراوي يا جزائري. الحين صرت تهجم على الصحراوي. قبل شوي كنت ودك تساند الصحراوي، لا كان ودك تساند الصحراوي. الحين يوم طلع صحراوي ومسح فيك الارض وعطاك المناطق والاسماء والتواريخ صرت تهجم عليه. يعني صباح الخير. يعني يساند الصحراوي. انا اللي نشرح لك الصحراوي اللي يساند. اولا عندهم كثافه يقدروها. اولا يا اخي انا اللي نعطيك معطيات قانونيه وارجع
الاتحاد الاوروبي ولجنه المساعدات في الاتحاد الاوروبي. جات لجنه من المساعدات الاتحاد الاوروبي ومعها الجمعيه ايطاليه تريد ان تقوم باحصاء في المخيمات لتوفر لهم المساعدات. والتقات مع رئيس الحكومه انذاك اسمه ولد بيون، وعطاهم على رقم على في المخيمات في التندوف تتواجد 200 ألف نسمة. طيب مشاو قاسوا رئيس الحكومة قال لهم عندنا 180 ألف نسمة. مشاو لعند مدير الهلال الأحمر اللي يسمى ولد بوحبيني ولا زال حاليا مدير الهلال الأحمر، قال لهم عندي 170 ألف نسمة. شوف أنت أثلث رؤوس في المؤسسة الرسمية لجبهة البوليزاريو تتضارب في الأرقام. بعد سنتين قامت الجمعية الإسبانية بإحصاء ساكنة تندوف بار ساتيليت وعبر مخابراتها، ووجدت أنه يتواجد في مخيمات تندوف 91 ألف لاجئ، وهي كانت تعطيهم تعطيهم كمية المساعدات 150 ألف حصة من المساعدات، وطالبتهم بإعادة القيمة المالية ل60 ألف حصة من المساعدات، ولملم الموضوع بتدخل من الجزائر. هذا النوع جاب نوعيه من البشر كانت في جنوب الجزائر بعد ما يسمى باستقلال الجزائر. كانت في جنوب الجزائر قبل من 1962 الى 1965 سكان تندوف، بشار، العباضله، عين الصفراء، ادرار، حاسي بيضاء، برج باجي مختار، تمراصد، تنزواطين، ونسمي الجنوب الجزائري كامل. لم يكن المواطن الجزائري في جنوب الجزائر لديه ولا وثيقة رسمية من الدولة، لا عقد ازدياد، لا حالة مدنية، لا عقد زواج، لا بطاقة وطنية. ونتحدى هذا الجزائري، نتحداه يجيب لي بطاقة وطنية لمواطن جزائري قبل 1975 من برج باجي مختار أو من تنزواطين أو من بشار، نتحداه. تجيب لي وثيقة برك، لما تجيب انت وثيقة اجيب لما تجيب وثيقة تأكد أنه الصحراء مغربية. جيب لي وثيقة واحدة تأكد أنه الصحراء مغربية. أنا هو الوثيقة، أنا الوثيقة الحي، أنا هو الوثيقة، أنا هو الوثيقة. أمور واقعية، أنا ما نهضرش باش نهضر. إذا أنت تؤكد هنا، إذا أنت تؤكد بكلامك. مانيش، لا مانيش نأكد، خلينا نحكوا باش تقدر تهضر. لما الصحراء مغربية لماذا تم تقسيمها بينك وبين موريتانيا؟ وين كنتكلم أنا؟ اسمع شيخ البدو، ثواني. قال عطني وثيقة تثبت، خليه يعطيك وثيقة تثبت ان الجزائر جزائرية. يلا جاوب، خليه يعطيك وثيقة. لحظة يا شيخ البدو، لحظة. لا جاوب لا ليش نجاوبك؟ حبيت نجاوبك. هل لديك وثيقة الاستقلال؟ خليني نجاوب جاسم. هل لديك؟ اسكت، خليني نجاوب جاسم. الجزائري خليني اجاوبك. هل لديك وثيقة استقلال؟ نعم أم يا اخي خليني نجاوب جاسم، ما تتحوس نجاوب جاسم، خليني نجاوب واسكت. هل لديك وثيقة الاستقلال؟ سوف اجيبك. يعني ابن دولة. هو الجواب يحتمل نعم ام لا. هل لديك وثيقة الاستقلال؟ يا اخي انا نجاوبك بطريقة منطقية، علاش تحوس عليها نعم او لا؟ ودي انت سألته هل وانا اجيبك بالطريقة التي تريدها. سوف اوصلك الى ما تريد. نعم ام لا؟ انا اريد نعم. سوف اوصلك الى ما تريد. انا اريد نعم ام لا. الذي اريد سوف اجيب. اللي اريد انا كيف لابن دولة لا يمكنك تاريخها كلمتين. لا يمكنك أن تعلم بما أريد لأن أنت مبرمج. السؤال هو هل لديك وثيقة استقلال؟ يا أخي سوف أجيبك، أنت إماراتي. كيف لابن دولة يا أبوي كيف لابن دولة مساحتها شبرين أنا ما عندي، أنا مستعمر تمام، وتاريخها نفرين وشعبها نفرين أن هذا واكل زق ولا وش؟ أنت مجرد صنع روسي. خليه يتكلم. الأموال الفاسدة في الإمارات، لذلك لا تتكلم عن الجزائر، لأن الجزائر أكبر منك ومن كل الدول التي تتكلم عن الجزائر. أيوة. هكذا. خلوا لا تتكلم رحمه الله والديك. زين كمل. زيد. لأنه أنت لو كنت بني آدم تتفكر أنه من بنى الإمارات هم الفلسطينيين قبل 50 سنة، لا أقل ولا أكثر. زين. لذلك لا تتكلم. وثيقة الاستقلال لا تتكلم، هذه وثيقة الاستقلال. احنا دفعنا الدم الجزائري هو وثيقة استقلالنا. حتى الصحراوي دفع دمه وخلاص واخذ الصحراء المغربية. لا الصحراوي ما دفعش.
الصحراوي هذا انا اتكلم عليه على اساس انه مغربي ما هو صحراوي، شفت المنطق، لانه الصحراء الغربيه لو كانت مغربيه ما يتمش تقسيمها بين دولتين. طيب ممكن تسمع تشوف تعرف السياسه الجزائريه، الشعب التبوني انا اللي اعرف له، شفت كيف مسكته؟ ليس الشعب التبوني، لا تتكلم لماذا يوجد ظهير شريف؟ اسمع يوجد ظهير شريف في الجريده الرسميه يسمى الصحراء الغربيه. بالله باش تسمع انكر هذا ان كنت في وثيقه وبالله باش تسمع الجريده الرسميه يا اوباش يا انتظر مساكين والله تقحمون نفسهم، ليس لكم من الثقافه شيء. وبالله باش تسمع، انتظر يا اخي، بالله انتظر. انت شاب الدولي والله مالك ضارب السيليسيون. بالله باش تسمع يا صاحبي. اولا الامارات شبرين والمغرب والمغرب جريمه نقارن الامارات بالجزائر حالي. اولا اسمعني يا جاسم، اولا الامارات شبرين والمغرب شبر واحد، ولكن الحمد لله الجزائر اليوم اصبحت ب3 رؤساء. ابراهيم غالي في التندوف، تبون في الجزائر، فرحات مهني في القبايل. لا تنسى الرابع الطوارق لو سمحت. جاي في الطريق اغا الشريف ونعرفه صديقي، جاي ملفه. عندك 3 الرؤساء دابا، يلا اعطينا باش من الرئيس انت دابا. المهم انا ادعم تبون. المهم يا جماعه الخير انا تبون. انت ابقى في احلامك هذه وشوف لانه الجزائر انت لازلت في الجزائر كبيره عليك في رحله البحث عن الهويه. وانت اللي ما عندك هويه، انت اللي ما عندك ورقه، انتم تبحثوا في رحله البحث عن الهويه. لا تتكلم عن الجزائر كلام غير منطقي. جاسم لجموا دير له الجام باش يسمع، دير له ميوت. انا اساسا اللجام هو ميوت. انت الذي لا اسمح لي، انت الذي الجزائر هي التي لا عقد نكاح لها ولا عقد طلاق لها ولا شهاده ميلاد لها. هذا الشيء اللي بغيت تسمع وغادي نخرجوا معك. لا حاسب اسمح لنا دكتور سماد تفضل. حاسب عليهم شويه في الكلام. الدكتور السلام عليكم. لا والله لا ملاحظ شيء يا دكتور سامان، انهم صاروا ياخذون تعليقات العالم وينسبوا لهم. قال تاريخ هو هذا اللي انا احنا كنا نعايرهم بالبحث عن الهويه، صاروا هم يقولون حق المغرب. والله ما اعرف كيف انتم متحملين هذا الصوت المزعج الكرغولي. هيثم طلعته بس ما ادري وين راح. هيثم او برابوت طلعته وراح. لحظه، هيثم برابوت، اي برابوت موجود. ما اعرف كيف والله يا جاسم، ما اعرف كيف متحملين هذا الصوت الكرغولي المزعج اللي طير برج افكاري يعني بصراحه. يا دكتور نديروا بهم ميزاجور يفوجوا علينا يا اخي شوف جماعه الخير، اخواننا من المغرب اللي الاشخاص اللي ما عندهم درايه بموضوع الصحراء لا يطلبون قسط، تمام؟ الاشخاص الصحراويين يا مرحبا بهم. فاخواننا في الجزائر يفضلوا القسط افضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي يا أخي جاسم، وني فيك شيخ البدو، احترامي للجميع. السلام عليكم. يا غير سمعت أشياء يا أخي جاسم. برابوت دير ميوت. ها هو رجع، خلينا حتى نسمعوه. احنا مسالين الليله. السلام عليكم. كينج الجزائري يطلب مرة ثانية، نزلتك بالغلط. مساء الخير، السلام عليكم. مساء النور، عليكم السلام. عليكم السلام. أول شيء خلوا كينج يكمل مداخلته مع ما ادري منو اللي بيكمل وياه. الشيخ البدو لا تصير الصورة لو سمحت. الشيخ عبد الله صالح، الشيخ شيل الصورة لو سمحت. أول شيء جاسم، أول شيء هذا شوف، هذا شيخ البدو، هذا يبين الهوية، إثبات الهوية تاع المينورسو، ومن بعد نهضر. أول شيء هذه أول نقطة. أول شيء بند المايك، خلي الدكتور يكمل مداخلته. ما تجيبليش الشرذي، ما أنا مستوطن في الصحراء الغربية يحكي بس أنت هو الشرذيمة الحمار، أنت هو الشرذيمة. حسن رفاضك الكلب، حسن رفاضك. أنت متدخل في الإنسان في بلده، تجيب هوية وتثبت على أنك عندك إثبات. خلاص الشيخ البدو لا تنزل معه للمستوى هذا، ما يستاهل. الدكتور سامان تفضل. للاسف يعني والله اخوي جاسم، يعني كنا نريد نحاور بهدوء، لكن كالعاده يصعد لك الكرغولي واحد يطير برج افكار يركض وراهم. طيب شوف، اليوم تحول الجزائري الى اضحوكه ومهزله ما بين منصات التواصل الاجتماعي وما بين الشعوب، يعني اصبحوا من الشعوب المتخلفه. وانتم تعرفون من اعظم صفات الشعوب المتخلفه انهم شعوب لا تتغير ولا تتعلم من اخطائها، يعني تعيد تكرار
تعيد تكرار سيناريو الأخطاء وبنفس الطريقة وبنفس الوجوه غالبا، طبعا دون كلل وملل. هذا اللي لاحظناه على الجزائريين. وإذا تريد تشوف، أنا شفت تقرير في قنوات الجزائرية الداخلية، إذا تريد تعرف التاريخ الجزائري أو تريد تشوف التخلف اللي موجود عند الجزائر، انظر لصور غرق المناطق والأنفاق وخراب الطرق والأرصفة للسنوات العشرة الماضية، وقارنها بالوقت الحالي ستجدها يعني متشابهة تماما. مع هذا ومع كل هذه المأساة والمعاناة اللي يعيشها الشارع الجزائري أو المواطن الجزائري، لم نرى أو موظف أو مسؤول جزائري يستقيل إطلاقا. يعني وطبعا أنتم تعرفون من صفات الشعوب المتخلفة هي الهمجية والغباء وثقالة الدم. يعني ثقالة الدم هذه طبعا ما يحتاج أنا أوصفهم، يعني موجودين، والجزائريين ما شاء الله أثبتوا ثقالة الدم بامتياز في منصات التواصل الاجتماعي. في المجتمع الهمجي الجزائري طبعا راح أتحدث لكم عن باختصار حتى ما أخذ وقت البقية الأخوة الموجودين. لا يطبق القانون على الجميع، يعني هذه النقطة الحساسة، أي أن شخصية المتهم ومركزه الاجتماعي وحجم ثروته وعلاقته بالسلطة الكرغولية تكون كلها هاي عوامل مؤثرة في تنفيذ القانون. طبعا هذا مو كلامي، كلام منظمات المجتمع المدني الموجودة داخل المجتمع الجزائري. القانون في المجتمع الهمجي الجزائري ليست أداة لتحقيق العدالة، وإنما هو سلاح في يد السلطة تستعمل للتنكيل بخصومها وتعطلها. يعني الكارثة حتى في القطاع العدالة اللي موجودة في الجزائر. يعني سرعان ما تشوف المواطن الجزائري يتحول من مواطن عادي إلى مواطن يتبع المحسوبية والوساطة ويدفع الرشاوي في المحاكم باعتبارها تصرفات يعني عادية ومقبولة. وفي النهاية يعني شوف، يعني ما أريد أطيل الحديث، هي تقييمنا للشعوب المتحضرة والشعوب الهمجية يأتي على الأنظمة الحاكمة والأنظمة التبونية الكرغولية اللي تحكم الجزائر للأسف. يعني هي من تدفع المجتمع بالكامل نحو الهمجية من أجل البقاء في السلطة. يعني بصراحة الوضع الداخلي الجزائري وضع مزري. الآن الجزائر احنا قبل شهرين قلنا الجزائر ماضية نحو التقسيم، وفعلا الآن الجزائر ماضية نحو التقسيم. الجزائر ماضية نحو العشرية السوداء الثانية، يعني قريبا راح تشوفونها بعد الانتخابات، أعتقد بأيام معدودة راح تشوفون عشرية سوداء ثانية في الجزائر. أترك المايك لغيري اللي راح يكون عندي مداخلات أخرى. اوكي، شوف دكتور اللي مسميرك دكتور، انت انسان حاقد على الجزائر. اول شيء انت انسان حاقد دون ما اعرفك. شوف كلنا اجتمعنا هني، كلنا حقودين على الجزائر. لا على بالي نعرفك، انت انسان حاقد. ويعني كان شوف، يعني كان زرت الجزائر، شوف الجزائر والله شوفي الجزائر ناجحه وحنا غيورين من الجزائر من نجاح. ما عليه والله. شوف الجزائر والله تعيش، شوف هي تعيش في ابهى ايامها، باش نقولها لك. وشوف ابها ايامها ومن 2003 دكتور شوف من 2030 والله ابها والله الجزائر ما تعرفها، وتشوف الجزائر كيفاش عامله من بعد. كيف يعني؟ وصف لنا لو سمحت. يعني باريس ولندن، نظرك انه انت في باريس ولندن. خليه يوصف. نعم خليه يوصف لنا. دوك نوصف لك. شوف الجزائر حتولي عندها، شوف اسمعني مليح، شوف الجزائر حتولي عندها اقوى قوة عسكرية في شمال افريقيا وحتى في جنوب. لحظة، نعم انا نتكلم عن حاليا. اوصف لنا الجزائر. الجزائر دوك الحين انا شوف الجزائر والله ما شاء الله عايشين ما شاء الله، صدقني يا. اي ما شاء الله. كيف اوصف؟ وشوف تحبي تروح على حسابي انا خلص لك التذكره تاع الطائره، والله نخلصها لك واروح نحوس بك. جاو اخواننا، شوف جاو اخواننا سعوديين وزاروا الاماكن في غرب الجزائر. في موجود بنية تحتيه. نعم موجود فنادق فخمه، يوجد كل خير والله كل خير. يا جاسم افخم فندق في الجزائر 3 طوابق. انا اتكلم منطقي. يا دكتور سامان وجاسم كان الشيراطون يا صاحبي. لا احنا شوف خلوا يا جماعه والله خلوني وياه ثواني، خليه يشرح لنا اوكي. شوف معليش، شوف انا نقول لك يعني شوف يعني زاروا اخواننا بعض السعوديين زاروا الجزائر، وعندنا علاقات يعني تجاريه مع اخواننا اماراتيين جو الجزائر. شوف
شوف يعني اسالوا الاماراتيين اللي هم تمك، اللي هم التجار الاماراتيين، واسالوا التجار السعوديين اللي هم يجوا عندنا. ولا مغلط تحرانا احنا من وين؟ احنا شوف متعب، شوف كاين متعب، كاين وكاله السياحه والاسفار تاع السعوديه اللي جاوا الجزائر هنا وهنا وزاروا وصف لنا ما بماذا نوصف لك فيها. شوف الجزائر قالوا والله قالوا بعظمه لسانهم قالوا أن الجزائر جنه فوق الارض بشهادتهم، شهاده الاماراتيين السعوديين. سائح يقول هذا الكلام. نعم، اي سائح يروح مكان يقول جنه بعد ما يطلع. لا 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 لا, لا, لا يعني تاكدوا، يعني كانت عندهم نظره يعني ربما سيئه، ومع كي جاوا الجزائر شافوا وش فيها الخير، ناسها طيبين، رحبوا بالضيف. جميله المطارات، عندنا مطارات، عندنا كل خير والله، كل خير، كل نعمه، في نعمه من الله الحمد لله، والله في نعمه من الامن. نفس كذا المطار يعني؟ نعم نفس كذا المطار يعني؟ هذه كان ربما كان هذه ماشي في الجزائر، هذه بس هذه الطيران الجزائريه. هذا شوف وين يمكن هذا هو المطار. وين ولا تشوف طائره جزائريه، مش طائره، هذه ماشي طائره جزائريه. تشوف شكل هذه ولا في القناه عباك شو هذه هذه وين جايه هذه؟ شوف لا قالوا في طائره جزائريه والكلب لا ما هذه شفتها في العربيه، ما تكذبوش على الناس، حرام عليكم. الطائره جزائريه والكلب جزائري اثنين. هذه قالوا هذه وراها في العراق. يوصف لنا يا جماعه الخير، الله اعلم في العراق وراوا هذه الصور هذه. المهم خلوه يوصف. هذه هي شوف العاصمه. لحظه شوي. تمشي في طريق مورانا في لاكروا هكذا، وكي راك تمشي في طريق راك تمشي فوالا اون سي جامي اون كاو تلقى هكذا في طريق ورا اون بلان مورانا في لاكروا هكذا، وكي راك تمشي في طريق. هذا مفبرك صح؟ لا هذا شوف بنايات، شوف بنايات اسمع لي، ما تهدروش شعبك سيد نيمبورت كوا. شوف هذو بنايات كسروهم، بنايات هدموها بنايات حتى حنا في بلاد. لا بنايات قديمه كسروها. سيفتي. لحظه شوف الغالي الناس اللي تشتغل هندسه ودكاتره وبنايات، يوم يكون بنايات تكون مرتبه ومحاطه بالسيف، بنايات هدموها جالس بالامان، مو بالخرا في الشارع. سامحني الغالي، هذا التقدم، هذا اسمه التاخر. لا شوف كان شوف هذا اسمه التخري. ما عليه قول وش تحب، انا والله نجاوبك باحترام، انا والله نجاوبك باحترام. يا جاسم، انا هنا شوف احنا اخواننا المغربيين، شوف احنا اخواننا المغربيين نعرفوهم ويعرفونا. احنا ما نقولش شوف الفقر، شوف عمر الفقر ما كان عيب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير. لو شفت الفقر يا جماعه الخير المشرفين لا حد، انا لو شفت الفقر في المغرب او تونس او في ليبيا ما يضرني خاطري. ليش؟ لان ما عندهم غاز وبترول. بس اذا شفته في بلد الغاز والبترول يضرني خاطري، لانكم كفرتم بالنعمه. النعمه هذه وين اخذتها؟ فرنسا. انا ما اذا شفت المغربي الفقير او التونسي او اي دوله ما عنده بترول، ما هو عيب. انتم عندكم نعمه ونعيم، تسبحون على بحيرات الغاز والبترول ومؤخرين. نعم. يعني في افريقيا تتصنفون تقارنون نفسكم بمالي مثلا او بغينيا او بغانا او كذا. اوكي بس عباك احنا نفهمك حاجه، حتى تونس سياحتكم تروحون لتونس. لا حتى لنا المركز الثاني بعد جنوب افريقيا في اقتصاد في افريقيا. مركز في الخرطي. مش خرطي والله، مش خرطي حقيقه والله. جي بي اس. انا جي بي اس نعم. اللي نتفاعل معك لحظه. هذا هو المركز الثاني. هذا المركز الثاني. صور قديمه، هذه صور قديمه ايام هذه صور قديمه. ممكن صاحب اللايف، السلام عليكم صاحب اللايف، ممكن كلمه؟ برافو. انا لي نشهد شهاده حق او شهدوا عباد الله. اسمعوني مزيان عباد الله، انا بعض الوقت راه كيزهق لي الفريخ، ما تدوا عليا. انا سوف اشهد شهاده حق استنباطا من كلمه قالها الجزائري اللي هي حسن الضيافه وكرم الضيافه. فعلا أنتم والله لا تكرمون الضيوف، ونحن نشهد بكرمكم واستقبالكم للضيوف لما فعلتموه لفريق نهضة بركان. والله إلا استقبلتوا الضيوف أحسن استقبال. الله يجازيكم، الله يكبر بكم وبصحتكم. لا شيخ بدو يعني شوف باش ما نوافقكش يعني. شوف المغاربه شوف وردها علي ان استطعت. شوف شيخ السلام عليكم. راني جاي فداك يا شيخ البدو. احنا المغاربه كنا شوف المغاربه احنا كنا نعزوكم، كنا نعزوكم وتعزونا انتم، وحنا ربما رانا ثقافه واحده على كل حال تقريبا. بصح وما تدخلوا. شوف نعم من فضلك كنت سابقك وبغيت نقول كلمه من فضلك. أوكي. تكلمت مع صاحب اللايف وطلبت الاذن من صاحب اللايف. الاخ جاسم، تحياتي لك واحترامي لكم جميعا. انا مغربي من الجنوب
ما يطلق عليهم من أبناء الصحراء. والله يا أخي جاسم، سمعت الرجل اللي كان هنا سابق اللي قال كلام لا ينفصله من بعد، غير هذا الرجل قال كلمتين ما دام هو حاضر هنا. GPS ذكرني أخي جاسم ما هي الكلمة؟ أبحى أيامها، ياك هي اللي أبهى يا غير صححها، وخيرت من اللي صححتها لي. لا انا حتى انا يوم بحثت على الجمله وربطتها بالجزائر ما ارتبطت، بس في منطقه في الجزائر في السعوديه اسمها ابها، هي جميله صراحه. وخيرت العربيه يمكن لها مشكل، هذا في موضوع ثاني. لا هم شوف، على فكره انا سمعت ان في دكتور عندهم جزائري يقول انه هنهم من علموا المشارق اللغه العربيه على فكره. ذاك مشكل ثاني يا اخي، ولن تفسره حتى بان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا هما قبل ادم. يا غير خليني نقول لك ابها الايام أخي الجزائري، والله أعترف لك إن كان اليوم يوم أبهى أيام الجزائر، فماذا تقول خدود الجزائر من الصفع يمينا وشمالا حتى بدأت تمطر دما وقيحا. أخي الجزائري، عندما تتكلم عن قوة الجزائر ففي جيرانكم مالي قامت بصفعكم على اليمين والشمال بكلمات ولن تردونها أبدا. عندما قام الحكم بالنيجر برد أكذوبتكم وقفل أفواهكم لم يتكلم أحد في نظامكم للرد عليه. إن كانت هذه القوة فما بالكم عن الأخ والقائد حفتر عندما وضعكم في مكانكم المعين ولم يقم إنسان منكم بالتكلم. إن كانت غلط والله ما قاطعتك، أنا قفلت مايكي وما تكلمت مع احد. انا قفلت مايك، احترمني من فضلك. هذا الرجل برابوت لم يقاطع احدا، خلوه يكمل مداخلته، ياخذ حقه في المداخله، ويوم يكمل تفضلوا. تمام، ما قاطعت منكم حد ولكم كامل الاحترام، لكن عندما ينطق الفم بحق فيجب ان يكون حق، والحق على الجميع. عندما تتباهى بقوه وقوه اقليميه فعليك برد الند على كل من هو يتطاول عليك، او انت تنحر وتنخر في مشاكله الداخلية. أنتم تكلمتمون عن القوة وتكلمتمون عن العنطرة، وهو ما جلبتم لأنفسكم من الصفع يمينا وشمالا مع موريتانيا، مع مالي، مع النيجر، مع إخواننا في ليبيا، مع كذلك تونس الذين تريدون أن تقوموا بضخ المشاكل داخل بلدهم. وآخرها وليس أخير ما وقع لكم في كرة قدم، هي مجرد كرة قدم ووصلتم بها إلى حد ما يسمى بالعنطرة والعقل الفارغ. أما الآخر اللي كان قبل وقال كلمة رغم أنها محقورة، قال للرجل شيخ البدو اثبت هويتك. لم أكن أعلم بأن الجزائري هو منزل من السماء يثبت الهوية لمن يريد وينزعها على من يريد. أنت كنت تتكلم عن بقعة أرضية هي تابعة للمغرب وتحت حكم المغرب بكل الحجج وكل المواثيق، ونحن شهداء على ذلك وشاهدين إلى الأبد. نحن أبناء الإقليم ونعرف من هي دولتنا وما هي جنسيتنا، وأنت من أدخلك على الملف حتى تطالب الأخ شيخ البدو أن يثبت هويته؟ عليك أنت أن تثبت هويتك بالانتماء إلى ما يسمى المجتمع العربي، وإلى الانتماء إلى دولة وليدة 1962 وهي نعرف ما هو مصيرها وخليطها. لا أريد أن أتطفل، لكن بكلامك الجارح يجب علي بالرد بالمثل. أنت خليط منوي لكل من تخابط على هذه المنطقة. شوف جاسم، شوف أنا أتكلم معي، أنا ما تكلمتش مع الشيخ بدو وما سميته. لم أتكلم معك. لا شوف، لا تحترم نفسك. الكينج تكلمت عن الكينج. اسمعني يا برابوت، أنا لما قلت له اثبت لي الهوية أنا نعرفه ونعرف وين يسكن. بصفتك من؟ بصفتك من؟ نعرف وش يخدم، عندي صورته ونعرفوا شكون، ونعرفوا وين كان يسكن، ونعرفوا وين راح، نعرفوا وانا نعرفه. ما تحتاج تقول لي انا على هويته، فهمتني؟ ما تحتاج تقول لي على كلب مخزني كما هذا تقول لي نعرف وعندي صورته وعندي كلش ونعرف معلوماته. واحد كلب كما هذا تقول لي عليه انا، تقول لي يثبت هويته. هذا شو ندير؟ السلام عليكم، اتركني نكمل من فضلك. شيخ البدو اعرفه شخصيا، ابن الاقليم جدا وابا وفصلا وعرقا. أنت من أنت؟ أنت لم تكن لك هوية إلا فرنسا من وضعتها لك.
ابوك او برابط عندي سؤال لك من فضلك. ليست لديه هويه. يا برابط اخي عندي سؤال تريد الاحترام عليك ان تحترم. برابط انا ما شوف برابط احنا ما عندناش دورك احب اسقسيك برك برابط من فضلك. الملك حسن الثاني رحمه الله. الملك حسن الثاني رحمه الله في 1973 استشير الجزائر واستشير موريتانيا لتقسيم الصحراء. واش رايك في هذا السؤال؟ برافو. برافو بوز. الحسن الثاني الله يرحمه هو اللي اسبق المحللين النفسانيين وعلماء النفس والمختصين بتحليلكم تحليل علمي اليوم مكشوف امام العالم. تحليل الحسن الثاني اليوم واقع امام العالم. لا تنجر ذاك يا شيخ البدو حنيني نكمل. لا تنجر ذاك عرفت هو سياسته وجنه اللي واعد فيها. انا احترم الانسان الذي يحترم الغير. انا ما جاوب ذاك الاخ سامحني قاطعك بس لازم اسوي اهداء لحد من اخواننا من مدينه بركان تحت موجود في القسط. لازم اسوي له اهداء اذا سامح اذا طبعا اذا تفضلت. تفضل. تمام لحظه شوي. لحظه ثواني بس يروح ديكاس البراكنه ولا تحيه لكم من الصحراء. تمام شوي لحظه. تمام جماعة الخير بس تشيروا مشاركة البث رحم الله والدينكم وكل يسوي مشاركة للبث مع التكبيسات. عندكم 1000 موجودين متابعة لحساب الأخوان. جاسم ثواني بس لازم نسوي ديديكاس الأخ بركان رحمه الله. جاسم عندي طالب لك برك باش ننزل. جاسم عندي طالب برك حتى قمر مستعجل بلاتي نديروا لك الرقية. بلاتي نديروا لك الرقية وتهبط. بلاتي خاصك الرقية. خاصك الرقية أنت. الليل ويانا وإحنا موجودين لين الصبح. انتظر الحبيب انتظر. زغريتين مغربيات. السلام عليكم. السلام عليكم. انت اخويا شد كان ناشطين مع الرقاده ما مسالينش. لحظه شوي فنك لحظه عليكم السلام بس خلينا نكمل شوي. اسم عندي طلب برك من فضلك برك. تمام كلكم عندكم طلب وسؤال. حبيت انا توري برك تشعل الفيديو توري روحك برك من فضلك. ثواني لحظه حبيت نشوفك في الفيديو برك. الرقاده الله. هنا رانا في النقاش مانيش في الموسيقى. ثواني احنا ناشطين اخويا. احنا ناشطين. فيكم مخاض انتم وش فيكم اغنيه ربكت الامور. ثواني انتظروا شوي خلينا نغير الجو. ما هو يغير في الجو ويدعموه فيه على فعلا يغير في الجو ويدعموه فيه برك. الملك يا اخوي الفنك الجزائري ما تقولون بركان كانت جزائريه. شكرا يا هذه اغنيه بركانيه. انتظر بركان الجزائريه انتظر. مدينه صغيره زعزعت نظام باكمله. ايش في ذا منو يتكلم يا اخي اغنيه لخبطت الجو. اغنيه لهاي الدرجه اغنيه لخبطت الجو. اسمع القلار يلي سديتي المطار دي معاك ما تعاود. الاخوان في المشرق عدتوا تشروا ورقه الدحميس. استغفر الله. تاي الدحميس عدلوا له شهر بدون مقابل. تاي الدحميس وابوس راس عبد المجيد من الخميس للخميس. والله عدلوا له شهر بدون مقابل اخي جاسم. والله انا الجماعه مغيبين يا اخي. اغنيه لخبطت الجو حتى نزلوا من القسط استحوا المساكين. والله عزبت لهم على الوتر الحساس. والله الا فوجت مع راسير الليله. كان فوج مزيان مع المهابيل. جيب شي واحدين اخرين. ارى كاين صباح النور. عادي اشارك اذا ما عليكم. إيه لا والله لازم تدفعين فلوس.
اول حاجه بس اول أظني حاجه بس لا سامحني اول شيء الاخت قمر لانها تشوف برافوت ما اظن يكمل مداخلته ولا لا. اوكي خذ راحتك. تفضلي تفضلي، الاخت هي الاولى، تفضلي يا اخت. النساء هم الاول، تفضلي يا اختي. عندي واحد الهضره سيتوا بغيتي تقولها وننزل حميمك. بلاتي قمر واش انت مغربيه؟ اخي ديالي. وعلاه ما تزغرتي يا صاحبتي؟ حشومه عليك، حنا دايرين الموسيقى وناشطين انت قاعده دايره زغرتي سمعنا شي زغريتها. في خصك بابا يدير القرار ولا الرقاده سمعنا خلت تسمعنا ما سمعتنا زين كان بدو تقول شيء. حشمتي صافي بلاش استحت لا مش نقولها. شوي لا هي كان يقول هذا سهرات اليوم. الليله احلى لايف عندي انا هو هذا، منين يتعصبوا الجزائريين وتبدا المخابرات الجزائريه تتخبط في الارقام وفي الاسامي. اساسا شوف مسويين جروب عندهم وعندي حد داسن من بينهم، شوف يوم افتح بث يتداولونه من بينهم. خاصك تفهم، انا درك عندك فيه مجموعه، فيه برابوت، هيثم، الساقيه الحمراء، مبارك الصحراء، العبد الضعيف لله، مشكلين علينا، مسوين حمله متينه علينا، شانين علينا هجوم متين، وزعيمهم واذلهم وادناهم عندنا احنا هو اللي راضي الليلي مزودهم معلومات خاطئه. شفت هذا المسكين كيف كان عايش في نعم ونعيم في المغرب، كيف صار المسكين كنا تقول مجربين فيه الكيماوي. الله قل اللهم استرنا بسترك الجميل، هذاك مريض نفساني الله يستر. اللهم يستر. نجربوا عليه كيماوي. الساقيه الحمراء مرحبا كبيره الساقيه، وراهم جزائريين عاد يقولوا لنا خلوا البنت تقول اللي كانت ودها تقول. البنت تفضلي قمر تفضل البنت تفضل لو سمحت. بغيت عين نقول لكم لقيتكم واحد الهضره ستيتو الله يرحم يماك، وما تبقاوش تقولوا ديك خاوه الله يخوب لهم الدراس. الله يرحم يماك، حنا ما خط حد، حنا خوتنا هما هذه من الشمال صح؟ حنا خوتنا هما المغاربه ديالنا، هما العرب ديالنا اللي كيعزونا كيخافوا علينا وكيهضروا علينا بالخير، اما هما ما خاوه ديالنا ما والو يخبي باباهم الضلع. ما تبقاوش تقولوا لنا خاوه. لا ما كايناش عداوه خاوه ما كايناش عندي انا في القاموس. اللي قال خاوه نحيد له اللسان، ممنوع خاوه عداوه. يمك صافي الله يرحم يمك الشيخ، ما يقول لك شي واحد خاوه خويا الدرس. واش انت شماليه؟ انا عجوز. انت بنت الشمال. شماليه. مرحبا الله الا مرحبا بالناس ديال الجبال وريافه، مرحبا. وانا راه غادي نمشي لبركان، أزكارة في العديان غادي نمشي لبركان وندير لايف من بركان. يا الله مرحبا بك فيما جيتي نحطك حتى فوق راسي. مرحبا بك اخي. الله يكبر بك، هذا باش كنعرفوكم. الله يكبر بك اختي، مرحبا. سمحوا لي بزاف انا طولت في الكاس عن هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا وسهلا، مرحبا بك الاخ علي جاسم، تحياتي لك. تحيه للاخوه الكرام اللي معاك، الاخ برابوت الاستاذ المحترم شيخ البدو، وراني محييك على هذا اللايف من خلالك. الساقيه الحمراء الدكتور سامان دكتور اكاديمي متكون من كردي عراقي، وانسان صراحه انا من نهار عرفته انسان متميز، اكاديمي متميز صراحه، وهذا معروف عن اصله وطيبه اصله وطيبه دولته. مرحبا به. اخير بارك الله فيك. راني محيي نتعلم من عندكم نحيي نهضة بركان على هذا الانجاز اللي رمزي واللي تمت من خلاله كيف قال الاخ برابوت اعطاء وصله اشهاريه غير مدفوعه الاجر لتايد دحميس اللي راهو عاد موجود هون بكثره في الصحراء، ونتمنى هما اللي يعني يواكب تايد دحميس البدل الرياضيه. نهضه بركان نبغوا النهضه البركانيه يعني تعدل منهم قدر من البدل، مستعدين ياسر من الناس انهم يشروهم قد على مستوى المغرب كامل، حتى على مستوى الصحراء، بما انهم داروا تايد دحميس. اخوي الساقيه الحمراء لهي الدرجه يعني مدينه كم كبر هذه المدينه بركان؟ انا صار ودي ازورها، المدينه اللي حركت النظام. بركان ماني كيف يعني ممكن نوصفها لك؟ مدينه متوسطه. نقول ان بركان جزائريه صح؟ هاي حركتهم لهي الدرجه.
فيها حوالي 100,000 نسمة، مدينة على الحدود المغربية الجزائرية. خرب التوازن النظام باكمله. بركان كانت مثل البركان. الاسم يدل على المسمى. يعني بركان فجرت البركان الخامد في الجزائر وخلاهم كيف الذئاب المسعورة. أنا أتمنى أن يكون الجزائري هون يتواصل معه. هذا الفنك الجزائري من الصبح يطلب قسط، يطلع ينزل شكله طلعوا. انا اتمنى الجزائري يطلع يعني يكون مؤدب، يكون محترم مؤدب. ما ودي يطلع لان تشوف يحاول يصعد السطح وما يمكن ما يعرف الطريقه. الغالي الفنك اذا ما عندك نت روح صوب وجده وبركان لان الانترنت شابك من هناك. يا اخي الاسماء هذا الفنك فرعون مدري ايش. الفنك يا اخي الكريم، الفنك هو حيوان ثعلب صحراوي واذنيه كبارات يعيش في الرمال. الثعلب الصغير اسمه الفيل. احط لك صورته الحين انت يا اخي، انت اطلب امر وبجيب لك الصوره انا. الفنك هذا هو. الفنك هو الثعلب الصحراوي الصغير يتميز باذنين كبيره جدا. هذا هو. لا ليس هذا ثعلب عادي، هذا واحد ثاني واذنيه كبارات. خلاص زين. الفنك تفضل، الفنك الجزائري. ما ودك تتفضل؟ تفضل يا اخي تفضل. راهي سينيالي يا اخي جاسم، سينيالي لما بغى يتكلم سينيالي على راحته، خلي سينيالي على راحته. الفنك بحط لك الرقيه والله العظيم، اذا ما تتكلم بحط لك الرقيه. تتكلم ولا ما تتكلم؟ 1 2 3 ما تتكلم. ما ودك يا شيخ البدو تعرف عنه يقول لك المثل احذر من غضب الحليم الى غضب. انا اظن ان الشقيقه الامارات العربيه المتحده تم استهدافها من طرف الابواق الجزائريه الماجوره وتم وصفها باقدح الاوصاف، وردة فعلها تكون بطريقه هادئه على نار هادئه، على طريقه جاسم، على طريقه الركاده، على طريقه جاسميه. طريقه جاسميه. العب وبالتالي يا ويلهم حد فقعت لي الامارات لا يستعد للمقبل سياسيا اقتصاديا. الامارات تسيطر على 75% من موانئ العالم. الامارات داخله في لوبيب، منتجه الدول المنتجه للنفط والغاز. الاسواق. انا ودي سؤال يا اخي، وول ستريت وش دخل حماره لاسبوع الفرس؟ يعني هذول وش دخلهم؟ انسان، هو انسان ما مشكله حتى سياسيا، دولته مو مستقره حتى سياسيا، ما يملك حتى وثيقه الاستقلال، ما يملك شيء في بلاده، في بلد الغاز والبترول ما يملك قنينه غاز، ويتدخل في امور ناس ثانيين. يعني ما ادري جايب 7000 مرتزقه ما ادري من وين ودي يدعمهم مقابل 40 مليون نسمه. ما ادري وين العقليات هذو، يشمون بنزينه اظني. جاسم، المجلس الانتقالي في مالي اتهم رسميا في بيان رسمي حكومة الجزائر بدعم التطرف في مالي من خلال بيان رسمي. فرنسا تضرب مالي من الجو الجزائري. فرنسا هي تضرب النيجر او مالي اظني من الاجواء الجزائريه. لا فرنسا حاليا لا تضرب لا نيجر ولا مالي. كان في النيجر المشاكل في مالي او النيجر كان من الاجواء الجزائريه قبل شهرين. كانت تضربها يا ساقي، كانت تضربها في 2015 2016. كانت طيارات جماعه الخير شو اسمه، كمل مداخلتك الغالي. الساقه الحمر لا تقفل المايك، خلي المقام مايك مفتوح. جماعه الخير افتح المايك، دام ما في ذباب افتحوا المايك عادي، لان الناس انا اشوفكم انكم تحترمون القسط. بالنسبه للنيجر احتجت منذ اسبوعين على قيام الجزائر بتهجير اكثر من 10,000 و15,000 مهاجر غير شرعي، وضعتهم في منطقه اسمها منطقه عين قزام على الحدود الجزائريه النيجيريه في اجراء غير انساني وغير معهود للجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام. ساقه الحمراء سامحني عاد. سامحني على قطع كلامك. كمل. لا عادي لان انت انتبهت قبل لو طلعتك، لو نشفت تعليقك قبل لا اطلعك ما كنت طلعتك. كيف انا خايف؟ وش المصطلحات الغلبانه هذه؟ عندي اكثر من ساعه وانا اطلب قسط، طلعوا ناس وراي وانت ما طلعتني. الخوف يعني ما اعرفك انا اللي اخاف منك.
طيب ليش يعني ما بترد يعني ولا كيف؟ وايدين ناس 28 في القسط مختارك انت يعني على يا انت كنت تطلب في الجزائريين، وينهم الجزائريين من الصبح وانا ارد عليك؟ ما اعرف محطي على الجزائر، محط لي موز 25 موز ما ادري ايش ابوي انت. طيب انا جزائري وقلت لك انا جزائري. كيف اعرف؟ انا مليون تعليق تحت. طيب انت قلت لي شفت التعليق ولا لا؟ اول ما طلعتك شفت التعليق. اريد اسالك. اريد اسالك. اسال تفضل. انت زرت الجزائر من قبل ولا لا؟ اي زرت. متى؟ وش من سنة؟ قبل اخر فتره، قبل تاريخ 22/1 يعني قبل شهرين 3-4 شهور. شو وين المدينه اللي زرت؟ رحت سيدة لحاسي مسعود. رحت حاسي مسعود؟ اي رحت المطار. يعني رحت على الصحراء طول. اي. والامارات داير الامارات بتعرف المناطق في الامارات؟ الامارات ما سبق وانا زرتها المرة. لا تعرف المناطق في الامارات ولا لا؟ لا الامارات ما شفتها من قبل. زاير في دبي القوز؟ لا. زاير عجمان؟ لا ما اعرف عجمان شو هذه. لا ما تلعب انك ذكيه انك انت تلعب اني غبي وانا العب انك ذكي، لان هذه اسئله. زرت الامارات انت تسال واحد. لا ما قلت لك زرت الامارات، قلت لك زرت كل مناطق الامارات. لا ما زرت. سؤالي محدد. لا ما زرتهم كلهم. طيب تعرف البيوت القصديريه الهنود في القوز؟ ايه اعرفها. تعرف الريحه اللي هونيك؟ ما شميتها هذه، انت اذا رحت من هناك شميت، انا ما شميت. انا زاير مختلف دول العالم وما حصلت. زاير الامارات 3 مرات. ما حصلت الا الريحه. عجمان مثلا. يعني في الامارات كلها ما حصلت الا الريحه. لا يعني هذا لا انت تتكلم انت تتكلم. اسمعني انت تتكلم كأن الامارات جنة والجزائر جحيم. ثاني شيء الثعلب عنده حاسة شم قوية. الثعلب عنده حاسة شم قوية يا جاسم. خليني اتكلم وبعدين علق ولا رد ولا زي ما بدك. لا اول شيء ثواني الحين انت كنت شمام ولا سائح؟ انا ماني سائح. تدور على الريح ولا تدور على السياحة؟ الثعلب عنده حاسة شم قوية. انا ما قلت لك سائح. يعني ليش؟ الثعالب عندها حاسة شم قوية. انا ما قلت لك سائح. ما تحط كلام فيه، ما تحط كلام ما تكلمت عنه. ما رحت لمنطقة الدلافين وما رحت لبرج العرب وما رحت اوبر وداك. انا ما رحت سايح. ما رحت الا الخنزة والريحة والزق والخرا ما شفت. انت من الصبح بتصور وبتتكلم الا على الامور السلبيه. انا جبت لك امور سلبيه في بلدك. انت كنت تتكلم عن تتكلم عن الغاز. مواطن اماراتي عايش في الزق. يا موز السلام عليكم. يا موز انا اتكلم مع الاستاذ جاسم. يا موز السلام عليكم. موز انا اتكلم مع صاحب البث. يا موز انا اتكلم مع صاحب البث. الموضوع طلعت اسمح لي يا موز. انا اتكلم مع صاحب البث. الموضوع يخص الامارات. تمام ثواني. انا اتكلم مع صاحب البث. تمام يا انا اتكلم مع صاحب البث. ما اعرف انا من اللي يتكلم اساسا بالثواني. شوف موز، انت قلت الاماكن اللي رحت لها، فرضا كلامك صحيح، حصلت الهنود صح؟ طيب انت تتكلم عن حصلت الهنود ولا منو؟ اسمعني خليني اتكلم. اي جنسيه. خليني اتكلم. انت بلدك كلها 80% كلها اجانب، كلها هنود وباكستان. نتكلم عن المنطقه اللي حصلت. انت قلت هنود صح؟ مناطق مو منطقه بس. تمام المناطق قلت هنود صح؟ مناطق مو منطقه بس. هل حصلت اماراتي عايش في القصدير؟ منطقه اماراتيه في الامارات. منطقه اماراتيه مو منطقه هنديه. منطقه اماراتيه في الامارات. هل حصلت؟ وانت قبل وكنت تقول سؤالي واضح. هل حصلت اماراتي عايش في الزق؟ انا حصلت اماراتيين في مناطق خليها على الله. اي مكان خليها على الله. اي مكان خليني أتذكر اي مكان خليني اتذكر الاسم. تذكر زين. اخ جاسم خلي هامان يساعدك. جاسم ممكن ثاني اخ جاسم. جريمه في حق الانسانيه انك تقارن حضيره الجزائر والامارات. لا انت كنت تجيب انت كنت تجيب الامارات. العالم يروحون. شوف العقليه الجزائريه. العالم الناس يوم تروح الجزائر دبي تروح اغلب شيء تروح دبي.
تروح لل 2050 سنه، يعني ما تروح لل 2024 سنه. هذا انسان رايح يشم الزق، هذا رايح يدور زق، رايح يدور خرا، رايح يدور مدري ايش. هذا بني ادم يروحون سياحه. جاسم الجزائري رايح يدور خرا. اخي جاسم، عندنا مثل حساني يقول لك لا يعرف الولي الا الولي، وواحد مستوى هذا ماشي قايس ذوك الاحياء. لاش الجزائري بهدلت بينا يا صاحبي؟ لاش ماشي ذوك الاحياء؟ ما حصل شيء، ما حصل شيء. انت ما تمشي لاش ماشي؟ لان مستواك هذاك مشيت مستواك. ثانيا يا ساقية، ثانيا تلك الروائح الكريهه التي قلت انك شممتها يمكن من عنده، يمكن من لا وهذا كان كيشم السيليسيون على ما اظن. تلك الرائحه الكريهه وتلك بيوت القصدير اللي شفت في الامارات تحول سنويا ما يزيد على 10 مليارات دولار الى الهند كعمله صعبه. شوف الغالي، شوف شيخ البدو، فرضا كلامه صحيح، فرضا يعني انسان ما حصل لا يا اخوان، السلام عليكم. انتم ظلمتوا الشخص هذا. هو ذهب ليعيش في نفس المستوى عندما كان في بلده وبنفس المحيط. اخواني احترموه. هو رايح من شمال افريقيا للامارات عشان يشم زق. وبما انه الغائط ينده لصاحبه فذلك استغفر الله العظيم يا اخي، الكائن الجزائري غريب والله العظيم. شوف يقولون يا جاسم ويا برابوت الساقية، يعني ما قادرين على واحد يرد عليه. احنا انهزمنا امام جمالك وذكائك. لا مو هزمت، انا جبت لك الان لما جبت لك الفاكت. لما جبت لك الفاكت واحنا قاعد مصاري واهدر بوحدك. انت بعدك هنا تحرك نزلت وانت ما كاينش. انا اسالك، انا اريد اسال صاحب البث. انا اتكلم مع صاحب البث. نحن جميعنا اصحاب البث. تخيل انت كيف اصحاب، كيف الشم عندك؟ انا اتكلم مع الاماراتي. شوف تمام، خلوه يتكلم. شيخ البدو، شوف يوم هم بين، نعرف الحساسيه المغربيه الجزائريه، بس هو انت يوم رحت الامارات في ايام كورونا كان الانسان مأثر على حاسه الشم عندك. انت حاسه الشم عندك اوكي؟ ما شميت عطور، ما شميت بخورات يا جاسم. انا ما رحت اول شيء، انا ما رحت سياحه، انا رحت عمل. والامارات ما زرتها مره واثنين وثلاث. القوز الشيخ البدو، اسمعني تمام. اسمعني، انت لو تعرف دبي ان القوز في منطقه صناعيه فيها القوز واحد وفيها القوز اثنين. القوز كيف تنطق كيف تنطقها؟ القوز. زين تمام. ورحت تشتغل من هناك في الخرا؟ يعني بلدك خرا يعني ولا كيف؟ وانت اللي تقول في خرا بس. وانت اللي قلت خرا. انا قلت لك ريحه النتانه، انا قلت لك فيه البيوت القصديريه، انا قلت لك فيها الطرقات اللي في عجمان، انا قلت لك البنيه التحتيه اللي مش موجوده. انت جبت سلبيات، انا اجيب لك سلبيات بلدك. مثلا انت رحت، انت تقول انك رحت صح. ايش وداك للمكان هذا اللي فيه الريحه؟ يا اخي جاسم والله يعني جمله مفيده او موضوع مفيد، يعني صراحه ما اعرف شنو الغايه. يا جزائري فضحت بينا. الناس تمشي لدبي، تمشي لدول، تمشي شوف، تمشي لدول السياحه وانت ماشي لمجاري. يا اخي اسمع انا ما ابرر لك علاش رحت. لحظه انا اجيب لك فاكت. انت وين متواجد؟ موجوده هونيك وانت عارف ولا لا؟ انت وين متواجد حالي؟ كيف؟ انت وين متواجد؟ في الامارات ولا متواجد الحين بالجزائر. الجزائر؟ ايه. وليش ما اشتغلت في الجزائر؟ انا بشتغل في الجزائر. قلت انك رحت اشتغلت في الامارات من قبل. انا تاجر يا حبيبي. تاجر يا حبيبي؟ تاجر. ايه. تجارة شو؟ ليش؟ تاجر انعالات يعني. تاجر شنو؟ كيف التجارة ليش؟ تجارة اسكت يا كردي، ما تكلمت معك. في تجارة لا انا اعرفك جاسم، خليني معاه في كم دقيقة. هذا تفضل. كيف؟
يا كرغولي انت اعطينا جمله مفيده واعطينا موضوع مفيد حتى نناقشك فيه. ما تكلمت معاك انا عن الموضوع اللي تناقشت هو فيه. انا اصلا ما يشرفني اتكلم مع كرغولي. طيب ليش بترد؟ اي مو حتى اعريك طيب واعريك انا تواجهت معك مره اخرى واعرف اساليبك طيب واعرف اكاذيبك. ما جيت اتواجه معك، جيت اوجه اسئله لجاسم. ولا يشرفنا تواجد معك. الموضوع هو قبل شوي كان بيصور فيديوهات على ان كل دوله الجزائر زي اول شيء الاخ موز ثاني شيء كل فعل رده فعل. اذا بناديك بالاخ او ليش انتم تقطعون الايات من القران ويل للمصلين وتوقفون الصلاه وتخلي الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ هذا الفيديو اللي راويته اساسا ما احب اتشمت في البني ادم، هذا كان رد على اللي قال ابها وكذا فرديت عليه خلاص وانتهى الموضوع. يا جاسم انت بتصور ان الجزائر الامارات اسمعني بالجزائر هذه جريمه. اسمح لي اقاطعك. شوف اسمح لي اقاطعك. شوف اسمعني شوف لا ندلس ولا نعطى الموضوع اكثر من حجمه، وبني ادم حتى هو اكثر من حجمه، لان مستحيل انك تقارن الامارات بالجزائر. انا ما اقارن الامارات بالجزائر تمام. اما من ناحيه الريحه فالاناء اسمع انا ما اقارن الامارات بالجزائر اول شيء. ثاني شيء انت بتصور الجزائر كانها كلها نفس الشيء. تمام. انت لما صورتها كلها نفس الشيء انا اثبت لك ان الامارات مو كلها ناطحات. تمام احنا اتفقنا يا اخي، احنا مو بكنا تمام اتفقنا. بس السؤال ما الذي وداك للمكان الذي فيه الريحه؟ يا حبيبي انا قلت لك راح استرزق زي ما بيقول. لا بس مكان اللي يسكنون فيه الهنود اللي تتكلم عنه انا عبرت عليه طريق، انا ساير عليه. بس هذا عبرت. اسمعني جاسم، انا عبرت على الطريق يطلع تاجر درجه 10. مثلا المصفح مال ابو ظبي، مثلا اذا تروح المصفح مال ابو ظبي ما تحصل تجاره. يا اخي اسمع بس انتظر عشان لا تعرفني في بلدي. الاماكن حق السكن ما فيها تجاره، انت ما وداك للمكان. اذا كنت تاجر المفروض تاخذ فندق. خليني ارد عليك. اسمع السؤال وبعد تفضل. اذا كنت تاجر ومعك فلوس تروح لبرج العرب، تروح لك لفندق رماده اللي بعجمان، اذا رحت عجمان تروح لك للهيلتون اللي بالشارجه، تروح لك شو اسمه. طيب انا عارف ان الامارات كلها يا اخي انتظر. تمام. تروح الفندق، وش وداك للريحه اذا انت تاجر؟ وش وداك عند الهنود في السكن؟ اسمعني انا قلت لك انا بالجزائر متعود على الريحه. انا مريت طريق انا مريت على طريق للمنطقه الصناعيه. ما في طريق. في طريقه اثبت لك بالصور، اجيب لك فيديوهات. في طريق. كيف ما في طريق؟ كيف ما في طريق؟ والطريق الشيخ زايد كله بيمر على دبي وبيمر على القوس. يا عبودي رويال منطق ما يعرفه، رويال هذا اكثر مستوى عالي شوي. الا شو اسمه الحين ما هو الطريق اللي وداك من هناك. كنت رايح على المصفح ولا المكان اللي تتكلم عنه انت؟ ما تكلمت عن المصفح انا. يا اخي انا تفهم عربي، قلت فرضا اسمه كذا تمام. الحين ما وداك الطريق اللي كان اخذك على المكان هذا، من وين مريت؟ وين كنت رايح؟ حتى مريت اخذك المشوار. رايح على المنطقه الصناعيه، اللي في القوس. والقوس مقسمه لثلاث مناطق، القوس 1 والقوس 2 والقوس 3. شوف ما شاء الله. طيب. تدري ان الحين طرشوا لي في الخاص انك كنت دافع كفاله على شخص وانت تاجر غريبه. والله يا جاسم هو تاجر سيفونات طلع. انا دافع كفاله على شخص. تاجر بواليع. انا دافع كفاله على شخص. لا طيب خليك من دبي. الحين حد تكلم لي عن ضواحي عجمان. يا اخي الغالي شوف، الانسان اللي يعرف قيمه نفسه لا يفتخر بشيء. تمام. انت اللي كنت جاسم. انت اللي كنت تتكلم، لو مو انا. الامارات مو انا ما افتخرت بشيء. اذا تكلم عن شيء فهو فيك. الامارات مو محتاج جاسم اتكلم لك عن. شوف انسان سبحان الله جاي من شمال افريقيا، عوض ما يشوف نعم البلد رايح يشوف الزق، يعني راعي بواليع. سبحان الله العظيم. من اول مره المشكله انا الزق شفته مصادفه في الامارات، بس انت بتبحث عنه في الانترنت في الجزائر. سبحان الله ما صادفت الا ذا الشيء. انت بتدور عليه في الجزائر في الانترنت. رب العالمين زعلان. انت في الانترنت تدور عليه، انا شفته بعيني مصادفه، ما دورت على غالي. صدعت راسي. تمام. طيب جاسم ممكن ليش ما قادر ترد ولا كيف؟ يا اخي مو قادر ارد، هزمتني. تمام لا مو هزمتك، انا جبت لك لان فيك ريحه بواليع. شوف فيك ريحه بواليع وما تحملت. تمام. انزل تحت.
تمام، ما تحملت الريحه لانك جبت الريحه وياك من ما اعطانا جمله مفيده نستفاد منها. يا اخي ضيعنا وقت، ضيعت وقتي في الخرس، استغفر الله العظيم. والله العظيم يا اخي جاسم انا نلومكم على هذا. هنا اعطاكم واحد الفكره عن كل دول العالم تنظم رحلات سياحيه على قدر شراء الطبقه في بلدها. هذا ينظم سياحه للمجاري، ولهذا ما غريب الانسان يجيك من مكان ثاني ويقول لك لا انا رحت عوض ما تروح دبي انت تروح ذا، تقول لا تعال انا شو اسمه. لحظه يا جماعه الخير ثواني، سامحونا. السلام عليكم. ما ادري منو هذا اللي راح طلع وراح لانه السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال خويا جاسم؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. انا اسمي عماد، ريفي مغربي. طلعت نشكركم ونشكر الاخوان الصحراويين والمغاربه، كاع الريافه والمغاربه والجميع. انا ما كنعرفش نهضر شويه في السياسه، واللي بغيت نقول الاخ الشيخ بادو برابوش كنشكركم بزاف. وما كايناش داك الفكره خويا جاسم على جمهوريه الريف اللي يقول لك دوك الكلام على جمهوريه الريف جمهوريه الريف، هذاك الشيء ما كاينش. وحنا انت ريفي صح؟ انت من الريف صح؟ نعم انت من الريف صح؟ من الريف. لازم نسوي لك ديديكاس، لازم نسوي لك ديديكاس. ثواني انتظر انت الثاني. بارك الله فيك. عماد مرحبا بك ريفينو. اليوم لازم اليوم مخصص. نجيك حاجه، الام ديالي ليبيه ماشي مغربيه. ما شاء الله تبارك الله. ديالي ريفي مغربي وعشنا في هولندا. اخوي عماد سامحني قاطعتك، بس انها شو اسمه، بس حبيت اهدي لك الاغنيه هذه الريفيه. شكرا اليوم لك. هو عصر الديديكاس وعصر الاهداءات وعصر مرحبا بك خويا. وانا في هولندا، جيتي في هولندا، مرحبا بك في اوتريخت. يا اخي انا داومت في هولندا لمده 8 شهور في القنصليه او السفاره، اظن على قولتكم، ما تقولون السفاره ولا القنصليه، بس السفاره. فشو اسمه، اعرف كلمات هولنديه، واعرف المغاربه مال هولندا، واعرف نعم. انا عندي 3 لغات، عندي الهولنديه والانجليزيه والاسبانيه. عندكم حتى المغربيه عندكم حتى لغه الدق. خلاص شكرا الاخ عماد، الله يسلمك. بارك الله فيك. بارك الله يسلمك. شيخ البدو، شوف سبحان الله، مدينه بصغرها يعني فريق صغير زعزع نظام دولة قارة. يا أخ جاسم صراحة أنا معلوماتي تقريبا قديمة شيئا ما عن بركان، ولكن لا تنسى أن هذه المدينة بركان الآن بركان راجت في وسائل التواصل الاجتماعي في مشكل رياضي. يا غير لا ننسى عن بركان كانت هي الحضن الحاضن لما يسمى زعماء الجزائر. تفضلي ساجدة، سامحنا على المقاطعة. تفضلي خليك ويا شيخ البدو، تفضلي. ايوه الله اكبر. الله يجزاك. السلام عليكم الاخوان الكرام. وعليكم السلام. نقدر نتكلم ولا نبقى حتى الاخر؟ والله ظني في لمين قبلك. اوكي في لمين، تفضل لمين. شوف السلام عليكم جاسم، واش راك؟ لاباس بخير؟ وعليكم السلام، الحمد لله بخير. انت اخبارك؟ صحتك طيب؟ والله لاباس الحمد لله. والله يا جاسم عندي سؤال، برك سؤال خفيف ظريف. يا اخي انت دوم عندك اسئله عندك ما تخلص. والله والو، والله عندي اسئله برك بسيطه ما حصل جواب. اول شيء لازم تحصل انترنت. تفضل. تسمع فيا بيان؟ اي اسمعك روح صوب وجده. جاسم في اخت مغربيه دكتوره، اذا تصعدها اكون شاكر لك. شو اسمها؟ دكتورة السيمي في الولايات المتحدة، وبتقول أنا زغرت بهالمناسبة. بنزل جاسم وبطلعها. اطلبي قف دكتورة سيمي. تفضل لمين، تفضل كمل مداخلتك. شوف يا جاسم خويا، أنا عندي سؤال برك خفيف ظريف. تفضل. تسألني أنا ولا شخص ثاني؟ والله راح نسألكم بكل في بعضكم جملة كيما درك هذا العراقي الكردي هذا. لامين اسال لي انا الاول، لانك كنت كتكتب لي في التعليقات كتوصفني باني ابن الحاج ثابت.
عرفتي عقلتي على التعليقات ديالك. والله ضرب عاود الحاج ثابت. غلط انت راح نقول لك. الا ما نثب شوف الا ما نثبتوا لك مزيان. اسمع انت واش نقول لك ارضك محتله، انت ارضك محتله سبتهم لي وطالع حنا تهضر بعد سبتهم لي هذا تبين على انك صدق غبي. والله احنا وين بركان شوف الغالي ما عندكش شرف. انت اول ما عندك شرف وانت اول ما عندك اصل. شيخ البدو لا تتغادوا وياه في الكلام. شيخ البدو رحم الله والديك لا تتغادى وياه، لان مستواك غير وهذا غير. هذا محطي لي صوره دايدورانت في حق العرق. هذا وش مشكلته مع الريح هذولا؟ نقي راسك دور. لا هذا جاي يدعم اخوه الثاني اللي كان يشم الريحه اللي قال انه مر على السكن الصفيح ولا المصفح. ما عندهم مشكله في المياه يا اخي. المياه منعدمه في الجزائر. المواطن الجزائري لا يجد ماء يشربه ولا يستحم به. خلاص خلينا نسمع الاخت البركانيه لان انا صرت اخاف من ناس بركان. انا صراحه هيبه يا اخي جماعه الخير. هذول الجماعه بركان يعني اعطاهم رب العالمين هيبه من عنده سبحان الله العظيم يا اخي. حركوا نظام حتى الجنرالات تحركت من مكانها. تفضل الاخت ساجده. الاخت ساجده اظني ما تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. اولا كنشكركم على هذا الجيست جميل جدا. نعم لنا الشرف. لنا الشرف ان تكون معنا بنت من بركان هزت نظام بكمله. ميرسي بارك الله فيك. كنشكر طبعا الرجال الاحرار المغاربه اللي معانا وتبريحه من بركان الرجال الاحرار. كنشكركم بزاف على الكلام ديالكم الزوين. وش معنى تبريحه يعني نداء ولا لا تبريحه زي ما يقولوا بالمصري ديديكاس. وي هي ديديكاس. ايوه تبارك الله. المغاربه كيدافعوا من القلب ديالهم من الدم ديالهم وهادو هما المغاربه وهذا هو عهدنا بهم. كنشكركم بزاف. بالنسبه لبركان بغيت نعطي لكم واحد النبذه على مدينه بركان. هي مدينه صغيره. هي مدينه كانت صغيره قبل اسبوع. لا قبل اسبوع. الحين لا الحين صارت هي القوه الضاربه في صدق. صح صارت عنها كبيره. دابا خلاص راه كبرات. لكن غير باش نعطي تدقيق على مدينه بركان. بالنسبه هي فيها تقريبا ما بين 75 حتى 80 ألف نسمه. هي مدينه فلاحيه. فيها كتعتمد على الحوامض معروفه بمدينه الليمون اللي هو البرتقال. مضروبه على جبل بني يزناسل. هي طبعا هي مدينه امازيغيه. هي سميت بمدينة أبركان على ولي صالح اسمه أحمد أبركان. هي الاسم ديالها الحقيقي أبركان. اسم أبركان بالأمازيغي هو الأسود. كان هناك ولي صالح اسمه أحمد الأسود بالعربي وبالأمازيغي أبركان. هذه المدينة هي قديمة. هي ليس جديدة بالنسبة للناس ديالها لأن بني يزناسل هم يضربون في عمق التاريخ. هي كانت هذه المدينة هذا الناس هذه القبيلة ديال بني يزناسل هي قبيلة كبيرة جدا. وهي كانت رجالها كانوا مقاومين طبعا وساهموا في مقاومة المغرب طبعا المستعمر في المغرب والجزائر. وهي كانت هي من حمت المغرب عبر الزمن. هي من حمت المغرب من الأتراك لكي لا يدخلوا على الحدود المغربية. إذا خانني بعد شوية من التاريخ فأنا بعتذر لأن هناك أساتذة أحسن مني يقدموا هذا الشيء. أنا فقط حبيت أشارك وخلاص. بالنسبة للشخصيات المعروفة من هذه المدينة كان أول وزير الأول اسمه البكاي الهبيل. هو كان وزير أول بعد الاستقلال بعد ما المغرب أخذ الاستقلال في 56. وفيها وجوه كثيرة. بالنسبة للقجع فوزي لقجع هو من مدينة بركان. وهناك عندنا كذلك كانوا حراس معروفين في المنتخب المغربي مثل عبد القادر البرازي. يعني فوزي القجع هذا من مدينة بركان. طبعا هو من قبائل بني يزناسل من مدينة بركان عشان شيء دمر النظام الجزائري. هذا هو كابوسهم صار الحين. طبعا. وهم ليش عملوا كل هذا؟ مش عشان لقجع. لقجع وحل ليهم في القرجوطة.
الحين نقطع تعرفون شوكة. معنى تعرفون معنى الكلبشات الاصفاد اللي يحطونه حق السجين، تعرفونه صح؟ الحين هذا القميص سووا له اصفاد ولا الحين هذا في الحراسه النظريه ولا ايش سووا له الحين هذا القميص اللي مسكوه؟ ما عندك فكره؟ يتباركوا به ياخذوا منه البركه. اي والله شوف لازم تعرف بأن شوف أولا احنا الأصل وهم التقليد. هم أخذوا الجودة وحاولوا يعطونا التقليد عشان يحافظوا على التيشيرت بتاعنا عشان بيشموا ريحته، لأن هم عندهم معفنين وعايزين يشموا الريحة. انت ما شفتش الأخ الجزائري اللي قال لك زار الإمارات أجمل مكان في الدنيا، الإمارات قال عليه فيه ريحة، لأن المعفن يروح للريحة، شيء طبيعي. ما حصل شيء سبحان الله غير الريحه يعني. مر عليه من بين الصدف سبحان الله. السلام عليكم. شوف احنا عندنا باللهجة البركانية تنقولوا لم السخ كيقلب على الوسخ. ما عرفتش واش وصلتك الفكرة ولا؟ هذا واحد بركاني، هذا بدر حتى هو هذا من بركان. أنا طبعا أشكركم وأنزل أعطي فرصة للآخرين. شكرا على النساء. أخ جاسم ممكن مداخلة ونزلت أنا نخلي مجال للناس الآخرين هم يتحقوا باللايف. إيه صحيح، تفضل. شكرا. أنا أولا بشكركم كاملين، أنا ديما كنتبع اللايفات ديالك، وشكرا بزاف وشكرا على الناس اللي كيدافعوا على الوحدة الترابية ديالهم اللي هما مغاربة. شكرا للقلائل اللي كاينين من الأحرار في الجزائر. وانا هاد المداخله اللي بغيت نقولها انا بغيت نوجهها للجزائريين، واخا هما صم بكم لا يعقلون، عارفه راسي غادي نهضر غير مع الحيط. هم في فئتين، في الجزائريين وفي الكراغله وفي اللي راسهم مربع وفي الناس الواعيه والمحترمه والمثقفه، فانت وجهي على حسب الانسان، لا في نوعيات. اوكي، انا قبل ما نقول المداخله ديالي بغيت غير نجاوبك على داك السيد اللي قال لك مشى الامارات وكنتو كتسائلوا علاش هو مشى الامارات اصلا. وهو مشى يجيب الحليب لانه ارحم له اسرع له انه يجيب الحليب من تماك على انه يشد الطابور ما غيوصلوش للنوبه ديالو، فهو ارحم واسرع انه يمشي الامارات يجيبوه. تجاره بواليه يعني. انا ما سمعت انا عن مكان فيه ريحه وما ادري ايش رايحين الامارات، ما حصل المكان، هو راح الامارات ومحصل مر على هذا النوع ديال البشر. اخي جاسم كيحلموا انهم يمشيو الامارات او المكان بحال هكا، ولكن شنو كيحلموا انهم يكونوا مغاربه، كل حلم هو عندهم في النفس ديالهم من الداخل كيعايروه. المهم ما علينا. انا هذا الويكاند صراحه يعني من ديما انا غير متفرجه، ما عمرني ما دخلت، ولكن هذا الويكاند راه والله الا ضحكت بزاف. قد ما يعني هاد ما نقولوش مشكله، ولكن هاد المشكله اللي داروا هما كتبكي ولكن كتضحك في نفس الوقت. واللي استفزني اكثر هي السياده، هما كل مره تهضر معاهم على هذا المشكل يقولوا لك علاش، شنو العذر ديالهم هو السياده. والمشكله الناس هما اكثر وحدين في هذا المشكل دخلوا في سياده المغرب، وما عرفتش اش عندهم هاد العقده ديال السياده. يمكن جايه هاد العقده بالضبط من دوك الصبابط ديال العسكر والاستعمار اللي صدموا عليهم لمده عقود. السياده هي ما بغيتش نقول اخي لانه ما يشرفنيش يكون اخي بنفس التفكير اللي عند هاد الكراغله وعند هاد المعقدين. السياده هي تكون عندك سياده غذائيه للشعب الجزائري، هي تكون عندك سياده دوائيه، سياده مائيه، وسياده طاقيه. وأنا أكاد أقسم أنكم تتألمون في صمت من هذا النظام اللي خلاكم ضحكة بين الأمم. اليوم كنشوفوا جميع الأمم بالخصوص العربية، يعني من الخليج، إخواننا في الخليج، مصر، في جميع الدول العربية ما كانوش فاهمين شنو هي الجزائر، ولا دابا كيعرفوا شنو هي الجزائر للأسف. صحيح. السلام عليكم. ممكن نتكلم؟ الله يحفظكم. اولا الله يسامحك الاخ جاسم، الله يسامحك، مسهرني من الساعه 1 وانا معك في اللايف من الاوائل. سموح اخت، والله دعوزوني تحت ما اعرف الاعلام، سامحني انا لو ما كتبت تعليق ما انتبهت. الله يسامحك. وثانيا ليش؟ لاني انا فاتح من الجوال الثاني، اتفرج من الجوال الثاني، الجوال اللي فيه القسط ما انتبه له.
ماشي مشكل ماشي مشكل حاقرنا اليوم جاسم ماشي مشكل. وثانيا نقولوا ألف مبروك لجمهورية القبائل الشقيقة. وإحنا عندنا مجموعة سمينا الجزائر ببلد الشامبو. الشامبو هو 3 في 1. بسم الله ما شاء الله، ربي يكمل عليكم بالخير. الجمهورية البطيخية البوليزاريو والجزائر وجمهورية القبائل. ألف مبروك عليكم، تستاهلوا كل خير، واللي باقي جاي لقدام إن شاء الله كتار. نتمنوا لكم كل خير، واللي كتمناوه المغرب سبحان الله العظيم كل ما تمناوه لينا ربي يعطيكم أضعاف أضعاف. وثانيا خصني نقول للدكتور إذا سمح لي ركزوا لنا على بني عدس وتعرفوا علاش الجزائريين منحطين وقليلين الأدب، وتعرفوا علاش. عافاكم ركزوا لنا على اللي هم كانوا يقولوا للشيخ البدو تبت لنا نسبك واصلك اللي هو معروف. لا صحراوي حر نفس جملتها لانه هذا ما هذا لا انا مش نكررها. الصحراوي ولد اصول، صحراوي على راسنا، نموتوا على بلادنا وعلى تراب بلادنا. هم اللي يهضروا على نسبهم من بني عدس. ممكن الدكتور يكون عارف هذه المسألة أكثر مني. ثواني قاطعك جماعة الخير، انسوا التعاليق وخلكم على التكبيسات وشيء يرفع البث. ما ادري وش اللي يرفع البث، بس حاولوا انكم ترفعون البث لان البث صار ينزل، لانكم انسان يهتم بالتعليقات ونسيتوا التكبيسات. وعلامة التيك توك اظن هي اللي ترفع البث. تفضلي كملي كلامك اخت الغالية. لا أنا صليت أخي جاسم. الدكتور عافاكم ركزوا لنا على بني عدس وتعرفوا الأصل الجزائري. احنا ظلمناهم، هم عندهم فتحت أصل. فيهم بث يا فاتن، فتحت وشرحت عن بني عداس اللي انت لها عبد المجيد تبون من أصول عداسية. هم نستغرب هو يتكلم عن العدس، يعني الرجوع للأصل فضيلة. وتحية للبلد الشامبو 3 في 1، 3 جمهوريات في بلد واحد. ألف مبروك. ويا وني بيك يا ولد الصحراء، يا وني بيك يا ولد بلادي، يا وني بيكم كلكم تصبحوا على خير. شكرا. مرحبا بك اختي. الله يخليك. الاخ بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال اخوي شيخ البدو والاخوان جميعا؟ مرحبا استاذ بدر، مرحبا بك. مرحبا. الله يخليك دكتور سما. على فكرة الجاسم هذا اللي طلع في الآخر سمعت يتكلم عن الريحة ومش الريحة. أنت عارف يعني الإمارات فيها الفنادق الغرفة من $100,000 إلى 50 درهم. هاي معروفة. أنت تعرف أغلب أنت في أخبارك أنت. نعم يا أخي بدر رحمه الله والله. لا يعني على فكرة لا أقول لك أنا بقول لك ليش هو شم الريحة. أنا بقول لك ليش شم الريحة. على فكرة لأن تعرف أن كان سنويا الحين ما أدري تتغير بعد الإجراءات الأخيرة تغير شيء ولا لا. هو كان عدد السواح أو الزائرين، ما بقول السواح، الزائرين من الجزائر للإمارات سنويا حوالي 500,000 جزائري يدخلوا الإمارات سنويا. هم يجون على اساس يشترون بعض الموبايلات، مش موبايلات التجار شنطه، يعني اغلبهم تجار. لا اعرفهم هذا كانوا يشتغلون الجنس الاخر. ما نبغى كانوا اغلبهم يشتغلون مع الهنود هذول اللي يسووا الافغان اللي يجيبون الالكترونيات اللي مزوره الايفون. وانت تعرف وين سكنهم؟ شفت وين هذاك الطريق اللي يودع النفق الشندقه الفنادق هاي اللي ناقص 15 نجمه؟ الفنادق هاي يا اخواني يعني معمول حق الناس ابو 70 درهم مو بعد 60 درهم بعد. فهاي يا اخواني تعرف شيخ البدو دكتور سلمان في الفنادق هذه اللي حق الناس يعني اللي قد على حالهم يجون من افريقيا من بعض دول اسيا اللي يجون مثلا حق ان يشترون اغراض حقهم بس هو تاجر. هو تاجر يا الغالي. فتعرف هاي تكون اماكن مزدحمه يعني خاصه نايف ومش نايف. النايف الواحده يمكن فيها 500 600 هو تاجر 600 فندق. هو تاجر يا بدر. فهناك يعني تعرف الاماكن المزدحمه بحال هذه على كثره الجنسيات، فشو بيشم يعني بيشم الياسمين يعني مثلا. هو اساسا هو تاجر سيفونات يعني للعلم. هو يا تعيش ويا والله العظيم انه كان اخوي كان عنده اسمه اماره هناك مأجرينها حق تعرف في ايمان في وين اسمه سوبر ماركت المدينه
من هناك في عند في عمان ورا فندق رمادة يمكن بعد ال 500 متر او 800 متر، فهم اجرنها والله. الاسانسير يوم تطلع مرات من كثر ما تحصل ان مصري يطبخ لك السمك من هناك والافريقي ياكل لك تمساح، تحصل الريحه في الاسانسير مرات غريبه. بس المهم خلينا ناخذ موضوع على محمل الجد، انه هو خلى كل الاماكن الجميله وراح يشم له ريحه، وهذا الشيء يحتسب له. يمكن راح في ايام الكورونا او شيء كان حاسه الشم عنده بعد عليها تاثير او شيء. بعدين تعرف اخوي جاسم، تعرف كيف يصرفون هم لما يجون الامارات؟ طبعا هم من المطار ما يقدر يطلع بمبلغ معين 100 يورو ولا 200 يورو، مبلغ ما اتذكر بالضبط. فشو اللي يصير عندهم؟ هم تجار هني، طبعا اغلب الجنرالات عندهم استثمارات هني في دبي، لان ذلك يقدروا يطلعون فلوس عن طريق بطرقهم الخاصه، فعندهم استثمارات. فيجي عند مثلا في جزائر عنده في حتى عارف الاوتيل مال اللي في دبي، يعطيهم بالدرهم، وهو ما يقدرش نعاد نغربل معاه هذه صحيحه وهذه كذا. اذا ثبت عليه مره و10 و20 انه يدلس، لا يؤخذ عن علمه او حديثه او كلامه. شوف هذا ماشي كلامي انا، هذا ماشي كلامي، هذا كلام الجزائريين في تويتر. سير دخل شوف الجزائريين اش كيقولوا. شوف نحكي لك انا يعني امر شخصي انا صارت لي انايا قلت لك شفت الفيديو تاعو اللي داروا على لويس الرابع عشر، يعني لو روا سولي تاع فرنسا. ذيك العمله هذيك اللي داي الجزائر يعني ياخذ منه ضرائب او جيزيه وكذا. بحثت على الكتاب هذاك وجدته وطلعته PDF، طلعته عندي PDF، وجدت العمله هذيك صحيح. يعني واش قال ما حتى يعني تدليس او زياده او نقصان. كتجربه شخصيه، الامر اللي يهمني لانه يتمس التاريخ الجزائري مع المحتل الفرنسي. يعني انه داي جزائري يستخلص الجزيه من الملك في يعني فبحثت على الكتاب هذاك وطلعته عندي PDF، وشفت صح فعلا ان العمله هذيك العمله الفرنسيه اللي تبين الملك الفرنسي في وضعيه يعني مخزيه او مذله مهينه، وهو يقدم الضريبه للداي الجزائري. ولكن في اليوم وريته لي شت الجريده هذيك، حقيقه ان القرار لم يكن قرار ملكي، ولكن قرار اتخذه هذا الجنرال الفرنسي او الممثل للسلطه الفرنسيه في السؤال اخي بغيت نسولك واحد تبع تسبح في التاريخ شي شويه. بارك الله. فاش كتبغي تلقى شي معلومه كتقسم مصدر الخبر، صح؟ وصلت بيا شوف وصلت بيا الامر اني كي نشوف مثلا نقلب في مرجع نقلب في مرجع نصيب المعلومه، نروح المصدر المرجع باش نقلب على يعني على النبع المعلومه منين جايه، يعني المرجع تماما. هادشي اللي بغيت نسولك عليه تماما. بارك الله فيك. تخيل معي ان هذا الشخص عمره فعل هادشي. نعطيك مثال صريح، خلي هادشي اللي كان كيهضر لك عليه مغرب التاريخ، انه طالبوا في واحد المره على حسب الروايه ديال ليو قال لي بير في واحد الفيديو ورد عليه، ولم يستطع ان ياتي بروايه قبل او بعد مرويه على شخص من غير ليو غاليبر ما قدرش. المهم ما عليناش، ماشي ديال الحكايه. الحكايه الموضوع اللي نجبد لك اناياتي موضوع مشهور عندكم في الجزائر، ابو مدير الغوت. تلمساني هو دار هو ليس بتلمساني ولا يدي، ما عندناش مشكل.
امشيو معاك. انا الواضح اصلا من اسمه. اسمع، انا نعطيك ادله قال لانه ليس بتلمسان واصله من اشبيليه وبزاف ديال المصادر التاريخيه التي عاصرت الحادث عندي. دافين تلمسان بارك الله فيك. هو صنع عليه فيديو انه عليه سمت باب المغاربه، وانه شارك في معركه حطين، وهناك وقف له سميتو ابو مدير غوث وكذا وكذا. صافي. انا سؤالي الاول هو سؤالي دابا ندخل معك انا في نقاش اللي هو نقاش تاريخي واكاديمي واستفدوا منه الاخوه كاملين. اولا عندما نقول ان هذا ابو مدير غوث شارك في معركه حطين، لازم يكون عندك مصدر تاريخي لهذه المعلومه، صح؟ صحيح. لا يوجد. لا يوجد مصدر. لا يوجد مصدر تاريخي قال ان ابو مدير الغوث شارك في معركه حطين، او ان بترت يده تركها هناك وكذا، وهذا لا يوجد ابدا. كلها روايات عبر مراجع حديثه. ولكن يعني نمشي معاك مثلا المرجع الحديثه هذه اللي ذكرت الحادثه هذه، يعني منين جابت المعلومه؟ لا كل شيء الجزائريين كيقولوها باللي راه خلاها في القدس. انا فهمك. انا نقول لك بحال هذا الروايه ديال هذا كلها جايه عن ناس، فهمتي، استخلصوها من واحد الامر معين. هذا الامر هو هذاك وقف ابو مدين اللي موجود في القدس. هذاك وقف ابو مدين، هذا المناوئ للتاريخ في الاول كانوا يقولون على ان ذلك الوقف هو وقف ابو مدين الغوث اللي هو دافين جبل العباد في تلمسان. لما خرجت وثيقه الوقف، وهذه الوثيقه الوقف يمكن المغرب التاريخي حنا دابا الكاميرا ديالو وغيجبدنا الوثيقه الوقف اللي عرضها دومير. لما اخرجت وزاره الاوقاف ديال في القدس وثيقه الوقف، ادركوا انه يستحيل على ان ابو مدير الغوث يكون هو صاحب الوقف. فاش قالوا اختاروا قصه جديده ان الوقف هو ليس لابو مدين الغوث وانما لحفيده اللي سميتو ابو مدين شعيب بن عبد الله محمد بن ابو مدين الغوث. حفيد يعني حفيده يعني حفيده. بارك الله فيك.